استفتاء جريدة الفسا، وقاصد اللفظ بالمعنى من الريحة العفنة والنتنة اللي خرجت منه. هو شيكابالا ده خد كام مرة أحسن لاعب في أفريقيا؟ شيكابالا دوت جاب كام بطولة مع المنتخب؟ شيكابالا ده جاب كام بطولة أفريقية للنادي؟ شافوه فين ده؟ في طبق اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة حكاية الكورة مع عمر. استفتاء يطلق عليه كيد النسا تحت رعاية السيد الوزير. استفتاء جريدة الفسا، وقاصد اللفظ بالمعنى من الريحة العفنة والنتنة اللي خرجت منه. استفتاء بيقول للرذيلة انتشري، انتوا صح، ضحكوا علينا، قالوا تحقيق قناة الزمالك اتحولت للتحقيق، ونتيجة التحقيق كانت تكريم قناة الزمالك وإعطائها جايزة أحسن برنامج في جريدة الفسا. أحسن برنامج لمرتضى منصور. مرتضى منصور يا جماعة خد جايزة أحسن أخلاق في مصر. مرتضى منصور خد جايزة أحسن إعلامي في مصر، مع اختلافنا مع كل برامج التوك شو الرياضية الموجودة، لكن استحالة يوصل النفاق والتدليس للمستوى ده. استحالة. الراجل خد جايزة أحسن أخلاق يا جماعة. أنا يعني مش قادر أصدق. إحنا يعني قدوتنا دلوقتي بقت مرتضى منصور، أخلاق عالية، أحسن برنامج رياضي. ضحكوا علينا، قال لك تحقيقه مش تحقيقه، في النهاية هي متطبخة. طيب إيه تاني؟ حازم إمام واخد أفضل مشرف رياضي على المنتخبات. جمال علام واخد أحسن رئيس اتحاد كورة. ده بأمارة إيه؟ بأمارة البطولة العربية اللي خسرناها، ولا بطولة أفريقيا اللي خسرناها، ولا كأس العالم اللي إحنا ما رحناهوش، ولا منتخب الشباب اللي لسه خارج من تصفيات أفريقيا من أسبوعين؟ ده بأمارة إيه يعني؟ بأمارة إيه الناس ده أحسن 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 أحسن؟ هو الأهلي عمل لكم خرم في دماغكم للدرجة دي؟ يعني خلاكوا كمان عمي ما بتشوفوش؟ أحسن إيه؟ والناس زعلانة لما إحنا بنشجع السنغال، يقول لك أصل السنغال عملت السنغال ما عملتش حاجة. أنت اللي عندك إدارة كروية فاشلة فاسدة. دي ناس فاسدة. محمد معروف مديله في الاستفتاء أفضل حكم. معروف أبو نطة اللي فرح لما الزمالك جاب جون. محمد معروف أبو نطة واخد أحسن حكم. يعني أنا ممكن أتقبل زيزو، ماشي، عواد، لكن الاختيارات كلها راح لمنظومة الزمالك. ايه، مصر ما فيهاش حد الا هم؟ ده استفتاء تحت بير السلم مع بعضيكوا يعني. امير احسن مدير كوره، نير الاحمر دي اصلا انا ما اعرفش تطلع على الشاشه ازاي، بحيث انها بتتكلم في الفسحه. انا مش فاهم يعني انتوا يا جماعه يعني بتطلعوا لسانكم للناس؟ طب انتوا فعلا ريحتكم عافيه ومنتنه، ريحتكم وحشه، ريحتكم فاحت. بتطلعوا لسانكم لمين؟ ايه شغل النسوان ده؟ ما صح، ما بيقولوا ايه بقى؟ من امن العقاب اساء الادب. وهي الناس دي ما تعاقبتش، فلازم تسيء الادب. لازم. كل مصر عارفه مين الافضل. مصر كلها عارفه مين الافضل، لكن ان يعني يبقى الناس كلها الزملكاويه المحترمين قبل الاهلاويه بينتقدوا اللي بيقدمه مرتضى منصور في البرنامج، وتطلعوا بكل فجور بعد ما كان البرنامج بيتحول للتحقيق تديله احسن برنامج. ده ايه الفجر ده؟ ده ايه الفجر بتاعكم ده؟ انتوا فجره. انا ما شفتش فجر بالشكل ده. وبعدين يعني برضو هي يا جماعه، اصل هي البطولات مش بالعافيه. انتوا بتدوروا على بطولات وهميه، وانا هتكلم معاكم النهارده يا جماعه في نقطتين. اول نقطه، كل شويه يفبركونا تصريح اللعيب في كاس العالم افريقي يقول لك شيكابالا الافضل. طب يعني هو شاف شيكابالا فين؟ هو شيكابالا ده خد كام مره احسن لاعب في افريقيا؟ شيكابالا دوت جاب كام بطوله مع المنتخب؟ شيكابالا ده جاب كام بطوله افريقيه للنادي؟ شافوه فين ده؟ في طبق اليوم؟
ما بلاش شغل البطولات الوهميه ده، دي بطوله وهميه، انتوا بتحاولوا تعملوا نفسكم بطوله وهميه، واحنا فاهمين والناس بتضحك عليكم، واحنا بنضحك عليكم قبل الناس. اهو والله. لا ويجيب بقى، بصوا بقى يا جماعه، في نقطه مهمه عايز اكلمكم فيها. موضوع امام عاشور ده طعم مش عايز حد ياكله. امام عاشور اولا لا يشرف الاهلي انه يخشه، ولا جمهور الاهلي عايزه، ولا هو شبهنا، ولا هو لوننا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، يعني ايه بقى طعم؟ هما النهارده عارفين كويس قوي ان امام هيجدد لهم. يجي يجدد، امام عاشور فضل الزمالك على الاهلي، امام عاشور ابن النادي، امام، بطوله وهميه بيعملوها. انتوا لو اتفرجتوا على مهيب وهو بيتكلم مع طارق السيد وبيفتحوا موضوع انتقاله للاهلي، هما بيضحكوا، هتفهموا انه فيلم. هما لو متاكدين زي ما بيقولوا ان امام عاشور الاهلي بيفاوضه، والاهلي ما شرفوش قوي انه يفاوض واحد زي ده، ان الاهلي بيفاوضه، هيقعدوا يتكلموا بالبرود ده والضحك والسذاجه دي؟ ده فيلم، وهم سذج وقناه عبيطه قاعده هبيله وبتفتي، وفاكرين الناس عبط زيهم، وفاكرين الناس هتصدقهم، من علامه عبيطه. حتى لو بتاكل عيش يا اخي كله بشرف يا اخي، مش بالعبط ده. فده فيلم هم عاملينه عشان يطلعوه بطل في الاخر على كتافنا، طعم محدش ياكله. واحنا كاهلاوي وانتوا كاهلاويه، وانا بالنيابه عنكم بقول امام عاشور ما يشرفنيش انه يخش النادي الاهلي. عشان بس تكون ايه الامور واضحه. النادي الاهلي بينظف نفسه من القذورات اللي فيه، مش بيجيب قذورات جديده. النادي الاهلي بينظف نفسه. يعني في اتشطب من عنده، شطبوا ابراهيم عيسى اتهاموا النادي بالنازيين. ده راجل دماغه طاقه، يعني انا ما هنقول ايه، راجل بيهاجم الرسل مش هيهاجم النادي الاهلي. هو راجل يعني ملحد، عاملين ايه طيب. والاستاذه هناء حمزه تم شطب عضويتها، والدور عليك يا مجدي عبد الغني انت ومصطفى يونس، بس هو كابتن بيقول مطول باله عليكم شويه. فعايزين نقول بس ان يعني احنا بننظف نفسنا مننا فينا، لكن في النهايه كل اللي بيروح حوالين دوت ده كلام يضحك عليه، كلام ما يتاخدش في الحسبان، لكن المسؤولين لازم يتحاسبوا. وزير واقف في حفل التكريم بيكرم واحد قليل ادب عليه حكم، بيقل ادبه في القنوات وبيقول الفاظ خارجه، وكان متحول لقضايا التحقيق، وكأن ما لقوش حاجه على القناه، كأن الكوره كانت بتذيع اناشيد دينيه. بعديها على طول قال لك لا يا جماعه قناه محترمه قوي، تعالوا اديله جايزه في جريده الفسحه. ريحتكم بقت منتنه، ريحتكم منتنه، انضفوا بقى، استقيموا وارحمكم الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلاويه.